بيبدأ مسلسلنا النهاردة ببطلنا السيد يوان، وده الوريث الوحيد لعائلة هو، أكبر عائلات الصين. وبطلنا بيكون متخدر، ووقتها يوان بيقابل بطلتنا الآنسة لينج، ودي مربية بتقوم برعاية أمه. المهم إنه بيطلب منها المساعدة علشان في حد خدره، وبيعرض عليها تاخد الفلوس اللي هي عايزاها، ولكن لينج بتعرفه إنها طالبة وأهلها تعبوا علشان يعلموها، وطبعا مش هتعمل حاجة زي كده خالص. ولما بتحاول تبعد عنه بتخبط قطعة أثرية عائلية من العقيق الأبيض، والقطعة دي العيلة بتتوارثها من مئات السنين. وللأسف لما لينج بتلمس قطعة من العقيق المكسور ده ايديها بتتجرح، وبتصيبها نفس لعنة التعويذة اللي أصابت السيد يوان. ودي تعويذة اسمها صدى الجسد، وده معناه إنها هتحس بأي حاجة يحس بيها بطلنا. وفعلا بتحس لينج إنها متخدرة، وبتقضي الليلة مع السيد يوان. وتاني يوم بتتصدم بطلتنا لما بتعرف إنها قضت ليلتها الأولى مع السيد يوان، واللي بيسيطر على المجرمين كلهم وكمان الناس المحترمين. وبالبلدي كده هو راجل كلمته بتمشي على الكبير الكل والصغير. المهم إنها بتفكر في تعويذة صدى الجسد، ويا ترى هي هتفضل متأثرة بيها لحد امتى، ولا ممكن تكون ليلة كده وعدت وخلاص. وساعتها واحد من رجالة بطلنا بينده عليه وبيقول له انهم قبضوا على الخاين، فبتعمل لينج انها نايمة. اما يوان فبيلبس وبيخرج، والخاين بيفضل يترجاه انه يسامحه، وبيوعده انه مش هيعمل كده مرة تانية. ولكن بطلنا بيعاقب الخاين بانه بيولع في 200,000 يوان، وكمان بيحط ايده في وسط النار، ووقتها النار بتحرق ايد يوان وهو ولا بيهمه. ولكنه بيسمع صوت لينج وهي بتصرخ من الألم، فبيفتكر تعويذة صدى الجسد، وعلى طول بيشيل ايده من على النار بسرعة، وبيدخل على لينج وبيلاقي ايديها محروقة زيه بالظبط، فبيعالج الجرح اللي في ايديها. ولينج بتقول لنفسها انها اول مرة تشوف السيد يوان من قريب كده، بالرغم من انها شغالة عندهم في البيت بقالها اكتر من شهر. وبتقول انه تقريبا مش مفتري قوي زي الاشاعات اللي طلع عليه. المهم ان بطلتنا بتقول له انها عايزة منه طلب، فبطلنا بيطلع لها فيزا لونها اسود، ولكنها بتقول له انها مش عايزة فلوس، وبتطلب منه ما يعملش الحاجات الخطيرة اللي بيعملها على طول. فبيمسكها من رقبتها وبيقول لها ان محدش اتجرأ واتكلم معاه بالطريقة دي قبل كده، ولكن هو كمان بيحس ان حد بيخنقه فبيسيبها بسرعة. وطبعا ده تأثير تعويذة صدى الجسد، وبيعرف ان البنت دي كل ما هتتعب من اي حاجة هو كمان هيحس بنفس التعب، فبيعتذر لها وبيديلها حاجة دافية تشربها علشان تعالج زورها. فبطلتنا بتشرب شوية وبتديله يشرب الباقي، وهو بيوعدها انه هيحاول يشوف طريقة لكسر التعويذة المنيلة دي في اسرع وقت ممكن، وبيديلها كمان فيزا سودا. ولكن لينج برضه بترفض انها تاخدها، بس هو بيفكرها انهم مترابطين بالتعويذة اياها، وان اي ألم هتحس بيه هو كمان هيحس بيه، وعلشان كده هو مش ممكن يسمح لها انها تتعب من اي حاجة. فبتقول له تمام، وبتاخد الفيزا وبتخرج من الأوضة. فبتقابل الآنسة سو اللي بتقول لها انها مربية السيدة العجوزة، فايه اللي جابها أوضة السيد يوان. ولينج بتقول لها ان السيد طلب منها مساعدة في موضوع معين، وهي خلصت الموضوع ودلوقتي هتروح تدي الدواء للسيدة العجوزة وبتسيبها وبتمشي. وساعتها سو بتتضايق وبتدخل على يوان اوضته، وهو اول ما بيشوفها بيقول لها ان محدش سمح لها تدخل اوضته وبيطردها بره. ووقتها بنعرف ان الحرباية سو هي اللي خدرته، وطبعا هي بتستنتج ان اللي استفادت من تخديره هي المربية لينج، فبتقرر انها تنتقم منها. وعلى الفطار الحرباية سو بتبص لبطلتنا وعينيها مليانة شر، لدرجة ان ام بطلنا بتسألها مال وشها شكله متغير كده ليه. فالحرباية بتقول لها انها ما عرفتش تنام كويس امبارح، وام بطلنا بتقول لها ان اهلها ماتوا وان امها كانت صاحبتها المقربة، وعلشان كده هي ملتزمة بيها لحد ما تتجوز. وبتسألها لو في اي حاجة مضايقاها تعرفها بس وهي هتتصرف. والحرباية بتشكر ام بطلنا وبتقول في سرها ان الحاجة الكبيرة بتعاملها زي بنتها بالظبط، وانها تقدر تدهس لينج زي النملة. وساعتها بيخرج بطلنا القمر من اوضته، وبتقوم سو تصبح عليه، فبيطنشها وبيروح يقعد ناحيه لينج، وبيسلم على امه اللي بتعاتبه علشان غاب في السفر اكتر من 6 شهور ونسيها، وكمان رجع امبارح بالليل وما سالش عنها خالص. وبتقول له ان لولا وجود لينج معاها كانت تعبت، وبتعرفه عليها وبتساله عن رايه فيها، فبيقول لها مش بطاله، المهم يعني انها عجباكي، وبيطلب منها تزودها في المرتب 10 اضعاف وتخليها مقيمه معاهم في البيت. وطبعا الحربايه بتبص لبطلتنا وكانت عايزه تاكلها من كتر الغيظ. اما الحاجه فبتعرف ابنها ان لينج طالبة متفوقة في كلية الطب، وإنها بتشتغل هنا بدوام جزئي علشان الدراسة، وبعد راس السنة هتبدأ فترة التدريب في المستشفى، يعني مش هتفضل في عيلة هو طول العمر. فبيتعصب يوان وبيقول لها إنه رايح الشركة، وأمه بتتعصب علشان ما لحقتش تقعد معاه، وهو يا دوب كلمها كلمتين وخرج. أما لينج فبتحس إنه اتضايق ولكن مش عارفة ليه، وبترجع تقول إنها ملهاش دعوة، هي ما عملتش أي حاجة تضايقه. والحاجة بتنده عليها أكتر من مرة علشان توصلها للأوضة. والحرباية بتقول لنفسها إنها عايزة لينج تسيب البيت النهاردة
قبل بكره. اما يوان فكان متضايق وباين على وشه لدرجه ان المساعد ساله عن السبب، فبطلنا بيقول له ان في شخص صغير كده ولكن ما عندوش اي رحمه ولسه مزود مرتبه وعايز يسيب الشغل بعد راس السنه. وطبعا هو هنا يقصد لينج. في نفس الوقت ده بتدخل الحربايه على لينج ومعاها 2 من الخدامين وبتتهمها كمان انها سرقت مجوهراتها. ولما المسكينه بتدافع عن نفسها وبتقول انها مش بتدخل اي مكان غير اوضه الحاجه، فالحربايه ساعتها بتضربها. وطبعا تلقائي كده بسبب التعويذه اياها يوان بيحس ان حد لطشه بالقلم، فبيفهم ان لينج هي اللي بتضرب وبيقوم جري من الاجتماع وبيطير بالعربيه على البيت. ووقتها الحربايه بتكون ماسكه المجوهرات في ايديها وبتتهم بطلتنا بالسرقه وبتقول لها ان القلاده دي كانت هديه يوان ليها لما بلغت سن الرشد، وبتعرفها انهم اصحاب من الطفوله. فبطلتنا بتقول لها انها ملهاش علاقه بيهم ومش علشان هي غنيه هتفتري على الناس. فالحربايه بتاكلها ألم جامد لدرجه ان بطلنا وشه بيجيب دم من شده الضربه. فبطلتنا بتدافع عن نفسها وبتوقعها على الارض وبتخنقها وبقت خناقه ومحدش احسن من حد. ووقتها بيوصل السيد يوان، فالحربايه بتمسك في ايده وبتتمسكن وبتقول له ان لينج سرقت القلاده وكمان ضربتها. والمساعد بيبعدها عنه وبطلنا بيسال هو حد شافها وهي بتسرق، وطبعا الخدامات بيشهدوا انهم شافوها. فبطلنا بيأمر المساعد ياخدهم بره ويخلص عليهم. اما الحربايه فبيطردها من البيت، والبرده بتفكره ان امه وعدت امها انها تفضل في بيتهم لحد ما تتجوز. فبطلنا بيأمر المساعد يرتب لها مواعيد غراميه مع ناس ما تعرفهمش، وبيوعدها انه هيعمل لها حفله زفاف جامده جدا، وبيحذرها انها تقول كلمه من اللي حصل ده لامه. وبيقول للمساعد يسحبها على بره، وبيشيل لينج وبياخدها على اوضته وبيسالها الدم اللي على ايديها ده منين، وبيعرف انه في الغالب ده دم الحربايه. وبطلنا بيبتسم وبيقول لها انها جسمها صغير جدا ولكن مع ذلك قدرت تضرب سو واللي هي اشهر شخصيه اجتماعيه في بكين. فبطلتنا بتتعصب وبتساله هو كان عايزها تقف يعني لما تتضرب وخلاص ولا ايه، وبتقول له انها مش هبله علشان تتضرب كده وتسكت. فبيعرفها انها مش محتاجه تتعب نفسها علشان هو هيجي ينقذها كل ما تكون في خطر، وبيعرفها انه كلم الدكتور علشان يطمن عليها. ولينج بتساله هي ازاي تقدر تنقذه لو كان في خطر، ووقتها بيفتكر يوان ان اعدائه كتير، فبيقول لها ان اعدائه كتير ولما هيكون في خطر يبقى لازم هي تموت معاه. فبطلتنا بتتفزع وبتقلق على اهلها، ويوان بيطلب منها ترتاح دلوقتي. اما هي فبتفكر انها لازم تعرف عدد اعدائه، ولما بتتاكد ان اعدائه كتير بتقعد تعيط. وبطلنا بيصحى وبيلاقي دموعه مغرقه وشه، وطبعا بيعرف ان لينج بتعيط فبيروح ينام جنبها، وبيسمع صوت طفل بيكلمه ولكنه مش بيركز. وتاني يوم بيكون يوان هيسافر امريكا بطياره خاصه، وبيعرف امه انه هيرجع بعد راس السنه. وساعتها لينج بتكون مسافره لاهلها وبتسمع صوت بيبي طالع من بطنها، وبكده بتتاكد وبتعرف انها حامل وان هي وبطلنا بس اللي يقدروا يسمعوا صوته. ولما لينج بتوصل بيت عيلتها بتتفاجئ بعمها التاني بيمسكها وهو ماسك في ايده حبل، وامها بتقول لها تهرب بسرعه. وبنعرف ان ابوها رجليها اتكسرت في حادثه وهو رايح يسلم البضاعه، وانه محتاج عمليه ب 200,000 يوان، وطبعا هما مش معاهم فلوس يسدوا القرض اللي عليهم اساسا. وام بطلتنا بتعرفها ان عمها التاني قرر انه يجوزها لصاحب مزرعه الخنازير اللي في القريه واللي اسمه تشانج. وبنعرف ان العريس معاق وكبير عنها اساسا ولكن هيدفع مهر 300,000 يوان. وبتحاول مرات عمها تقنعها بالعريس الغني ده، ولكن ام بطلتنا بتقول لها لو العريس عاجبهم يجوزوه لبنتهم. ووقتها بتتعب لينج وبيعرفوا انها حامل، وطبعا بطلنا بيتعب ولكن مش عارف ليه. وعم لينج المخبول بيضربها جامد وبيوقعها على الارض، وطبعا يوان بيحس بالضرب على وشه وبيعرف ان في حد بيضربها، فبيقرر انه يرجع يدور عليها وينقذها. ووقتها بتكون مرات عمها بتحاول تشربها دواء اجهاض الخنازير، وساعتها بيوصل يوان ورجالته وبيكتفوا عمها ومراته وبنته وبيحبسوهم مكان الخنازير، وكمان بيشربوهم من دواء الخنازير ده. وابو لينج بيعرف من بطلنا انه يبقى حبيب بنته وابو البيبي، فالراجل من غيظه بيخبطوا على دماغه، وبنته دماغها بتوجعها وبتمنع ابوها من ضربه. وبطلنا بيقول انها تحمل المسؤوليه، وفي الاخر ابوها بيوافق على ارتباطهم. وساعتها لينج بتاخد يوان على المطبخ وبتعرفه انها وافقت على كلامه علشان تخلصوا بس من ابوها، وبتعرفه انهم ناس على قد حالهم، وان ابوها قبل ما يتكسر كان بيطلع الجبل يجمع المحصول وبياخده في العربيه وبيبيعه، وهي عارفه انها مش مناسبه تكون حبيبته خالص. وعلشان كده يا ريت ينسى حكايه تحمل المسؤوليه دي ويحاول يكسر تعويذه صدى الجسد. وبتطلب منه يرجع يقضي راس السنه مع امه، وطبعا هو بيزعل انها بتزحلقه ومش عايزه تشوفه، بس هي بتفهمه انها بتقول له كده علشان امه ما تكونش وحيده في يوم زي ده. ولكن يوان بيقول لها يا جحده بقى هو سايب كل اعماله في امريكا وجه علشان ينقذها، وهي عايزه تطرده من بيتها حتى من غير ما تعزم عليه انه يتعشى معاهم. وبالليل اهلها بيعزموه على العشاء والاب مش بيكون طايقه، ولكن بعد ما بيشربوا سوا بيبقوا زي الصحاب. وتاني يوم بيصحى يوان
على صوت صاحب القرض وبيزعق لابو لينج علشان عايز فلوس القرض كامل، ولينج بتعرفه بموضوع الحادثه اللي حصلت لابوها وانهم خسروا كتير جدا في الحادثه دي، وبتطلب منه يستنى لما يقبضوا فلوس التامين، ولكن الراجل مش عايز يستنى عليهم لما يصرفوا فلوس التامين، وبيهددهم انه هيهد البيت ده على دماغهم دلوقتي وتبقى ليله راس سنه سود على دماغهم. ووقتها ابو لينج بيقرر يديله سند ملكيه البيت تعويض عن فلوس القرض، وساعتها بيخرج يوان وبيسال الرزل هو القرض ده من بنك ايه، فالرزل بيعرفه انه من بنك عيله هو، وبيتكلم عن الرئيس يوان رئيس مجموعه هو كلها، وان محدش يقدر ياكل ولا يوان واحد عليه والا هيفقد حياته، وما يعرفش ان اللي بيكلمه هو الرئيس يوان بشحمه ولحمه. المهم ان بطلنا بيطلب من الاب والام يدخلوا يرتاحوا وهو هيبقى يخلص موضوع القرض ده، ولكن الرزل بيتهجم على الحاجه وبطلنا بيديله رجله وبيطيره وبيقول له يرد على تليفونه، ووقتها بيعرف الرزل انه اتطرد من الشغل، وبطلنا بيطمن الحاج انه ينسى موضوع القرض ده خالص، وكان لسه هيقول له انه هيجيب له احسن جراح عظام في العالم، ولكن بيسمع صوت البيبي بيقول له يلم نفسه بدل ما هويته تتعرف وهو اساسا سمعته زباله، وساعتها الحاج مش هيوافق انه يجوزه لبنته، فبيروح يوان ينظف اللون الاحمر اللي على الحيطه، والمساعد والحراس بيتصدموا لما بيشوفوا الرئيس بنفسه بينظف الحيطه، وبعدها لينج بتجيب لحبيبها كوبايه شاي دافيه يشربها وهو بيفرح انها بتفكر فيه، ولكن فرحته مش بتلحق تكمل علشان زميلها من الثانوي واللي اسمه جو بيجي وبيكون جايب معاه هدايا بمناسبه راس السنه، فبتجري ناحيته لينج علشان تسلم عليه، ولكن بطلنا الحمش بيبعدها عنه وبيرمي الفوطه وبيدخل وراهم، ولما حبيبته بتدخل تعمل الشاي بيدخل وراها وبيحذرها تقرب من جو الظريف اللي بره ده، وكمان بيحط في كوبايه الشاي بتاعته معلقه ملح كبيره وبيقول لحبيبته ما تاخدش في بالها، ولما بتخرج لينج بالشاي هو اللي بيقدم له الكوبايه دي، والظريف بيشكره وبيفتكره انه عامل نظافه علشان شافه وهو بينظف الحيطه، فبتغير لينج الحوار وبتعرفه ان يوان يبقى صديقها، وبتعرف من جو فكره البث المباشر وبتقرر تستخدمها في بيع المحصول بتاعهم، وكمان بطلنا بيطلع معاها في البث المباشر والمشاهدات بتزيد، وكمان البيع بيزيد جدا، خصوصا ان بطلنا بيطلب من المساعد انه يخلي كل الموظفين يشتروا من محصول حبيبته وفي المقابل هيبقى يزود مرتبهم، ووقتها بتكون ام بطلنا بتلعب مع الخادمات وطبعا بتكسبهم وبتخلص على فلوسهم، ولكن بتقول لهم انها مجهزه لكل واحده منهم ظرف احمر فيه العيديه، وبتدخل عليها خدامه وبتوري الحاجه الكبيره البث المباشر بتاع ابنها ولينج، فبتقرر انها تروح لهم فورا، اما لينج فبتفرح ابوها وامها ان كل المحصول اتباع بسبب البث اللي عمله يوان، وطبعا جو بيتضايق لما بيلاقي ان ابو لينج وامها معجبين ببطلنا، وبيقرر انه يوقع يوان في مشكله وبينقص السعر اللي كان في البث وده هيسبب خساره لابو بطلتنا، ولكن يوان بيثبت ان الظريف جو هو اللي خفض السعر وبيطمنهم انه يقدر يتصرف وبيعوضهم الخساره دي، وبعدها بتروح لينج المخزن علشان تجهز البضاعه للتسليم، وبيشوفها يوان وهي عايزه ترجع وهو كمان بيحس بنفس الاحساس، وبتصعب عليه قوي انها بتستحمل كل الالم ده في الحمل، وبيسالها نفسها تاكل ايه، فحبيبته بتقول له انها عايزه تشيز كيك امريكي، فبطلنا بدون اي تفكير بيخلي المساعد يحجز له طياره خاصه علشان يروح يجيب لها تشيز كيك من امريكا، ولما بطلنا بيتاخر بتتصل عليه لينج ولكن بيكون التليفون بتاعه غير متاح، وبتعتقد انه رجع لبيته علشان يقضي ليله راس السنه مع امه، وبعدها بيجي عم بطلتنا الكبير علشان يزورهم، ولكن بنته ومراته اجركم الله محدثين نعمه، فبنته وامها بيتكلموا هم بيظهروا الخواتم اللي في ايديهم، وكمان بيتفاخروا ان بنت عمها دي تعرف صديق اكبر منها وعنده عربيه غاليه جدا، وبيعرضوا على لينج انها تعرفها على صديق غني وكبير في السن، ولكن بطلتنا واهلها بيرفضوا، وساعتها بطلنا بيحس ان حبيبته زعلانه جدا، فبيطلب من الموظفه تخلص الكيكه بسرعه، ووقتها الحربايه وامها بيشدوا بطلتنا علشان تتفرج على صديقها الوسيم وعربيته، ولما لينج بتشوفه بتقرف حرفيا وبتقول ان بنت عمها دي ما تعرفش اي حاجه عن الوسامه خالص، وساعتها بتوصل ام بطلنا ومعاها 4 عربيات، والجيران بيتجمعوا يشوفوا مين اللي جاي لعيله لينج في العيد، والسيده هو بتدخل بسرعه وبتسلم على لينج، وصديق الحربايه بيتعرف على السيده هو ام بطلنا وبيحاول يسلم عليها ولكنها بتطنشه، وبنت عم بطلتنا بتتنمر عليها، فصديقها الاقرع بيضربها وبيمشي وهي بتجري وراه، اما ابو بطلتنا لما بيعرف هويه السيده هو بيحاول يخبطها بالعكاز، ولكن بنته بتمنعه وبتهدي الجو بينهم، وبتعرفه كمان انها ام يوان، وساعتها الحاجه بتعتذر لهم عن غلط ابنها، وكمان بتقدم لهم هدايا اشكال والوان سبايك ذهب ومجوهرات وفلوس رزم، بس لينج بتقول لها مفيش مناسبه انها تقبل هديتها، خصوصا يعني ان مفيش بينها وبين ابنها غير كل خير، وانا مش عارف امال ايه البيبي اللي في بطنها ده. المهم ان الحاجه بتعرفهم انها جايه تقضي العيد معاهم، وبتغير لبسها وبتروح تاكل الفراخ، فبطلتنا بتروح لحماتها وبتفهمها انها فاهمه غلط وان مفيش حاجه بينها وبين ابنها بجد، وانه جه يسلم عليها وعمل البث المباشر معاها ومشي واكيد مش هيرجع تاني، ولكن الحاجه بتقول لها ان ابنها بيحبها جدا وده لانه ساب شغله في امريكا ورجع على بيتها ده وما رجعش يشوف امه ولا يطمن عليها، وساعتها بيدخل عليهم بطلنا القمر
خطر، وامه بتضربه علشان اتاخر على حبيبته، ولكنها بتلاحظ انها كل ما بتضربه لينج بتصرخ، وبتعرف منه حكايه التعويذه وان حبيبه ابنها حامل، وبتوعدهم انها تحاول تكسرها علشان تحافظ على حياتها وحياه حفيدها. وبطلنا بيعتذر لحبيبته علشان اتاخر وهو بيجيب الكيك، وفي الوقت ده امه بتهزقه، ولكن المساعد بيعرفهم انه راح امريكا علشان يجيب الكيك طازه. فبطلتنا بتقول له انها كانت تقصد محل الكيك اللي قصادهم ده، ووقتها بيدخل الكلب بتاع صاحب محل الكيك وشكله كده بيحب لينج. وتاني يوم بيخرجوا كلهم يتسوقوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين، ولكن زي ما احنا عارفين ان لازم الحربايه تطلع تنكد عليهم، والحربايه دي تبقى سو، واللي بتروح تخرج عم بطلتنا ومراته وبنته من الحبس، وبتتفق معاهم انهم يخلصوا من لينج ومن الجنين اللي في بطنها. وبعدها بتكون بطلتنا في المخزن لوحدها بتسجل مبيعات البضاعه، وبتيجي بنت عمها المخبول وبتخبطها على دماغها وبتفقد الوعي. اما حبيبها وامه وعائلتها فبيكونوا بيجهزوا البضاعه للشحن، وبيحس بطلنا بخبط على دماغه وبيفقد الوعي، فكلهم طبعا بيتفزعوا عليه، والمساعد وباقي الرجاله بيدخلوا جري يفوقوه ويطمنوا عليه. وهو اول ما بيفوق بيقول لهم ان حبيبته لينج في خطر، وطبعا امها بتتفزع على بنتها وبتساله هو عارف ازاي انها في خطر، لانها في المخزن بتكتب البضاعه اللي اتشحنت. وساعتها بيدخل ابوها وبيعرفهم ان بنته مفقوده، وكمان بيدخل الحارس وبيعرف يوان ان الانسه سو هربت من المستشفى ومش عارفين مكانها دلوقتي، وان العميد اللي مسؤول عن حراستها واقف قدام قصر عيله هو علشان يعتذر له. فبطلنا بيقول له ان سو مجنونه واكيد هربت علشان تنتقم من لينج. وفي نفس اللحظه دي بيجي الحارس التاني وبيعرف يوان ان الانسه سو دخلت مكان الخنازير اللي كان عم بطلتنا ومراته وبنته محبوسين فيه، وانها امرت الحارس انه يخرجهم من الحبس، وقالت له كمان ان الامر ده بناء على طلب السيد يوان. فبطلنا بيأمر المساعد ورجالته يقفلوا طريق الجبل حالا، وما يسمحش لناموسه تدخل او تخرج، ويدوروا على حبيبته كمان في كل مكان، وهو وكل اللي في البيت بيخرجوا برضه يدوروا عليها. وطبعا الجيران بيقولوا ان السيد هو ده راجل غني جدا، ولكن اكيد ليه اعداء كتير، واللي حصل للانسه لينج ده اكيد كله بسببه. ووقتها بيجي يوان وبيعتذر لابو بطلتنا، والراجل بيتعصب عليه وكان هيضربه، ولكن ام بطلتنا بتشد جوزها وبتقول له ان يوان هو اللي هيقدر يدور على بنتهم برجالته الكتير وامكانياته كمان. فالراجل بيقول له انه مش غني، ولكن طول عمره بيدلع بنته وبيحبها وبيحافظ عليها، ولكن من يوم ما عرفته بكل ماله ده ما شافتش يوم حلو، وبيقول له ان بنته هي كل حياته مش لعبه في ايد الاغنياء اللي زيهم. وبتنزل ام بطلتنا على ركابها وبتترجى يوان ما يزعلش من جوزها ويدور على بنتها باقصى سرعه قبل ما يحصل لها اي حاجه وحشه. فبطلنا بيشدها وبيقول لها انه هيروح بنفسه مع الرجاله يدور عليها ومش هيرجع ابدا الا وهي معاه، ولكن امه بتقول له ان في امطار ثلجيه هتنزل على الجبل وهيبقى صعب جدا انه يرجع من هناك، وبتطلب منه يستنى وصول الطياره الهليكوبتر. ولكن ابنها بيفكرها بتعويذه صدى الجسد وانه بيحس باي حاجه هي بتحسها، وهو حاسس دلوقتي انها في مكان برد جدا وكمان الجو فيه رطوبه عاليه، وبيسال هو في مصدر للميه قريب من المكان ده. فالمساعد بيقول له ان الميه في الناحيه دي، فبطلنا بياخده على هناك والرجاله وراهم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف لينج مربوطه ونايمه على الارض في مكان بارد على الجبل، والمجرمين بيكونوا قاعدين حواليها، وبتوصل المجنونه سو وبتتنمر على المجرمين علشان هم مجموعه من الفلاحين. فزعيمهم بيقوم لها ولكنها بتغير الموضوع وبتساله هو ليه ما خلصش مهمته، ووقتها بيجي الكلب صاحب لينج فبتطلب منه يساعد حبيبها انه يوصل لمكانها. اما المجنونه سو فبتدفع باقي الحساب للمجرم وبتقول له يخلص على لينج بسرعه، ولكن المجرم بيرفض وبيقول لها ما تتدخلش في شغله علشان هو محدد ميعاد هينفذ فيه وهو بيؤمن بالحظ. وساعتها بتوصل بنت العم التاني لبطلتنا وبتقول للمجنونه انها لازم تنزل من على الجبل علشان الامطار الثلجيه هتنزل قريب ومش هتعرف ترجع مره تانيه. فبتاخدها الحربايه بالفعل وبتمشي، وبعدها بيجي وقت التنفيذ والمجرم كان عايز يخلص على لينج، ولكنها بتشتغلهم وبتقول انها جنيه ومتجسده في جسد لينج، وانها كمان بتعرف المستقبل وهتقول لكل واحد فيهم على حياته وكمان مستقبله. وطبعا الاغبياء كلهم بيصدقوها، وبطلتنا بتقول لهم كل واحد كلام يتناسب مع شخصيته، وبيتصادف ان كلامها بيطلع صح. ووقتها الكلب بيوصل عند يوان، فبطلنا بيطلب منه يوصله لحبيبته وبيمشي وراه، وبتكون بطلتنا لسه مجمعه المجرمين الاغبياء حواليها وبتشتغلهم لحد ما بيوصل حبيبها وبينقذها، ولكن بيطعن المجرم في دراعه، وطبعا هي بتتجرح برضه نفس الجرح. وبيجي المساعد وحراس بطلنا وبيقبضوا على المجرمين، وبعدها بطلنا بيعالج جرح حبيبته وهي بتعالج جرحه، والجماعه بره قاعدين مبسوطين ان الحاجه عماله تخسر وما يعرفوش انها بتخسر علشان خاطر ابنها وحبيبته. وساعتها الحراس بيدخلوا عليهم بالمجنونه سو وعم بطلتنا التاني ومراته وبنته، والحارس بيقول لام بطلنا انه هيتصل على الرئيس علشان يتصرف معاهم، ولكن الحاجه اللي بتفهم بصحيح بتقول له هتقلقوا ليه على امر تافه زي ده. والحربايه سو بتركع تحت رجليها وبتحكي لها ان ابنها حبسها في المستشفى علشان لينج، فالحاجه بتضربها وبتقول لها ازاي تفكر تاذي مرات ابنها وحفيدها، وبتأمر بتسليمها لمركز الشرطه، وبتقول لابو بطلتنا يقوم يحاسب اخوه
لعيلته علشان هم اخوات مع بعض وهي ما يصحش تتدخل بينهم، واخوه المخبول بيترجاه انه يسامحه علشان صلة الدم اللي بينهم، وابو بطلتنا بيقول له هو اساسا مرعاش صلة الدم دي فينساها احسن، وبيأمر الرجالة يسلموهم لمركز الشرطة وبيقعدوا يكملوا اللعب. وبعدها بيخرج ابطالنا والحاجة بتبص لابنها وكأنها بتقول له كده عد الجمال يا واد، علشان هي خسرت فلوس كتير علشان تسيبه براحته مع حبيبته. ويوان بيطلب من حماه انه ياخد حبيبته وينزلوا للعاصمة بكين علشان تتعرف على اهله بصفتها مراته وسيدة عائلة هو الشابة، وبيقول انه هينقل لها كل املاكه. وساعتها ابوها بيحس زي كل اب انه بعد ما بيكبر بنته لازم تمشي وتسيبه، وهي دي بقى سنة الحياة، فبيوافق على جوازهم. ويوان بيشيل حبيبته من فرحته وبيلف بيها. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.